الاخوان وصلنا لهاد البلاصه هادي، تلاقينا مع واحد الشخص اللي هو معروف شخصيا، ولا الدومين ديالو ديال الصيد التقليدي في الصناره. الرئيس سميتو الغني عن التعريف. السلام عليكم. مرحبا. كي دايرين يا كيش بخير الله خير؟ كي دايرين هاد الهوايه ديال الصياده؟ دوا بلا طبيب. دابا الصياده بجميع الانواع ديالها واحد الهوايه راحه نفسيه نستمتع بها انا شخصيا والناس اللي كيزاولوها. الانسان بقى الحوايج اللي بيخرجوا ليه على حياته. شي نصيحه للدراري اللي هما باغيين على هذا داخلين لهذا الدومين؟ شحال وما وقت الفراغ يعني يديرها هوايه، يجي كمبتدئ هاوي ديك الساعه الحديره كيتعلم هادشي اللي كاين. يعني اي دومين هي راه مزيانه، غير هو الانسان اللي يديرها كثيره فينا الا بيعول عليها ما غادي يبقى. واحد المثال تيقولوا الناس الوصل ما عمرو اي لا ضروري كسبه فيها 5 لتر وتكمل البدايه تيقول لك من الوصل ما عمرو. جميع الحوايج اللي كما كنقولوا يعني كاين حوايجات نديروهم وكاين حوايجات اللي هما هوايه ومن بعد ممكن انهم يتحولوا يوليو حرفه. ايوا هو دابا بحال هادشي ديال الكسبه وهادشي ديال لاكوط هادشي يعني بحال تقلال ولا مصروف غادي. الانسان الا ما عندوش مصروف ماشي واجب. يعني راه دابا انا وياك تلاقينا في واحد الحاجه اللي هي الصياده. انا تنصيد الطيور ولكن كنت شحال هادي تنصيدهم. من بعد اكتشفنا هذا الصيد ديالهم فيه بزاف ديال المشاكل مع المخزن وحتى في الناحيه البيولوجيه ديال هذوك الحيوانات. باش نستمتعوا بواحد اللحظه انك دير هذاك الفرخ فز ماشي مشكل، ولكن بانه تعيش في الطبيعه. كاينين طويرات ديال القفز كما كاينين اسماك ديال الديكورات يتباعوا في المحلات بحال تقريبا. يعني الهوايه اللي مجموعين فيها هي الصيد. يعني كاين اللي تيديرها حرفه، يعني غيخرج على الدومين ويخرج على راسو. يعني غيجي واحد الوقت يا ما غيكون ندره في الاسماك وغتكون الانقراض في الطيور. حنا دابا هنا في الصويره ما بقاش عندنا الطير. يعني كانت الصويره في المغرب كله كتسمى مدينه ديال الطير. علاش؟ كنا عندها واحد الكلمه ديال 18 حتى 22 ما كتكونش منها فيها الريح فيها الميزيتي داكشي اللي كيبغي الطير. عاد زيد كان واحد جوج يعني كاين درجه التفقيس تكون كبيره وحتى التربيه كيعيش عنده على الشيء عايش كان كيدير لي هو التديات، كان كيدير فيه الجرام، كيدير فيه الناموس وتيجي الطير كينوع. شي تيمشي وشي تيجي، يعني ولا بحال الحمية. يعني كاين يعني الوسط باش يتكاثر موجود. يتكاثر عاد زيد هاد الجزيرة حتى هي اللي اللي كيجي كيبيت دابا هي هذا لقطة التفريد بيضة فيها. راه لقيت واحد العش ديالها هنايا مع التاك وديك الجدادات معاود. لا دابا هذوك دابا الانسان راه كاين اللي يشوف فيه طير بيض نوراس ما تعرفش ان الطير فاش يوصل لهذا اللون هذا راه تيضرب حتى 4 سنين. والحجم باش انه يوصل لهذا اللون هذا كما راه تيخصو 5 سنين باش يبلغ عادي ينتج. الصغار عادي ينتج. يعني اي دومين بغينا ندخلوا ليه خصنا نبداو عليه قبل ما ندخلوا ليه. دابا هاد الوقيته ملي كيدخل مثلا واحد المزح كنقول لها من البحر كتمشي 5 في شهر 4 كيبدا البيض. حيت راه جميع الطيور تقريبا تتبدا التزاوج ديالها من 14 فبراير. يعني من 14 فبراير ممنوع الصياده. حيت جميع الطيور تتزوج، يعني اللي عندها الزوج ديالها ولا الرفيق ديال الحياه راه مزيان. اللي ما عندوش راه تيقلب عليه من ديك الوقيته وتنجيو لمارس تلقاهم تيقلبوا على الاماكن. دابا اش كيوقع؟ دابا هذا شهر 4 كتبيض، في شهر 5 راه هي حاطه البيض ديالها. ثالث شهر 5 كتدخل واحد المزله حنا كنقولوا لها 10 طيور.
يعني خص داكشي كلشي يكون مفقس. مفقسه. الا دخلت عليك المزه الشتويه كتدخل نهار 20 في شهر 5 يعني كتكون اخر حريقه في البحر، اخر هزه في البحر، يعني كيدير فيها 700 ويدير 9 ويدير 6 على حساب فهمتي، على حساب الطقس. هذيك المنزله الا دخلت من 20 لفوق البيض اللي بقى ديالها هو راه ما غاديش يتقاس. حاجه وحده اللي ما عرفتش انايا هي العمر ديال علاش تيقرق، واش 40 يوم ولا 31 يوم؟ قلت تقريبا اللي كاين هو هذا اساس، يعني حاجه معجزه مع الله سبحانه وتعالى، هي 40 يوم. 40 يوم مذكوره في القران، كاينه في المرأة الانفس. راه قال لك الله سبحانه وتعالى بعد هذا الرجيم في انفسكم افلا تتفكرون، وفي ايه اخرى قال لك افلا تذكرون. يعني خصنا نشوفوا بعدا هذا الشيء اللي عطانا سيدي ربي، لا عاد نشوفوا المخلوقات الاخرين باش نزيدوا. دابا كاينه هذه قضيه 40 يوم كثيره وبزاف هذا الشيء. المخلوقات الحيه تقريبا اغلبيتها كلها كتلعب على بحال حتى النوار ديال الشجر وسميتو تيبقاو 40 يوم. هذه الا تلقحوا بكري تيبقاو 40 يوم، الا كان قل الا ما تلقحش تتموت في سيمانه. ها كاينه قضيه مثلا اللي كانت فيها 40 يوم، كتجي السمين فيها 40 يوم، كيجيو المنازل اللي هما ديال البحر ديال اسمها بين الليالي وختها 40 يوم. يعني هذيك 40 يوم كاين عندها الدور ديالها. هياش فيها هي 40 يوم هياش كتعرف ثلاثه ديال الناس، يعني ثلاثه ديال الناس مثلا المنزله فيها 13 تدخل عليها 13 تدخل على الاخرى 13. هي شحال تسهل تكون نهار 40 كتخرج ليها. هذه معروفه عندنا حتى حنا الصياده. دابا حنا كنعرفوا دابا مثلا غدا ان شاء الله راس الهمز